هاي اخبارك ايه؟ واحدة بتقول هو تفرقة الام في التعامل بين اولادها ده عادي، الا ان الولد مش زي البنت ده شيء طبيعي، ولا عند امي ده بس؟ بتكره البنات بشدة، وقالت مكنتش عاوزة بنت، وبتحب اخويا جدا، وبتكرهني لدرجة انها بتتحاسبن عليه وتقول لي حسبي الله ونعم الوكيل، في حين بتعامل اخواتي الولاد معاملة كويسة جدا، ولو عيوا او تعبوا بتفضل جنبهم لغاية ما درجات حرارتهم تنزل ويبقوا كويسين. وانا لو تعبت ولا حاجة ما تسألش فيه. وانا كمان ماسكة البيت وبطبخ وبنظف وبعمل كل حاجة، وبرضه بتعامله وحش ومش عاجبها. بصي، هو مش العيب في امك، هي العيب في تربية امك. ما هي امك لو كانت اتربت كويس، اللي امها علمتها ان الصبيان زي البنات، عشان مفيش حد فيهم زايد عن التاني حاجة. انت بنت وهو ولد، بالعكس هي بقى لما تيجي تتعب ابنها مش هيشتغل لان اتعود على الدلع. بس انت علشان قلبك طيب، انت الوحيدة اللي هتقفي جنب امك، وانت اللي هتراعيها في كبرها وفي تعبها. بس هي مش هتحس بدون غير لما تعيا وتكبر وتحتاج ولادها حواليها الصبيان، مش هتلاقي حد فيهم. هي اللي معرفتش يعني ايه ارض ربنا، اللي ربنا قال معاملة البنات زي الولاد. بالعكس ده ربنا والرسول وصى بالبنات اكتر من الولاد. فصدقني ما تزعليش، كل دون عند ربنا، وبالعكس انت هتقفي جنبها لما تحتاجي، لان مش هتلاقي حد غيرك، وهتحس بندمها بس بعد فوات الاوان.